ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ على ما اظن مفيش احسن من كده. وشغل بيتي فاخر من الاخر، واحسن من اشهر مكان فيك يا مصر، وارخص منه بكتير قوي قوي. اسمع الكيلو هناك يوصل ل1000 جنيه. ليه؟ ده احنا هنعمله هنا بتكاليف قليلة جدا، ومضمون وانضف واحلى، وحاجة كده ضمناها بنفسك، وحاجة فاخر من الاخر. شوفوا الجمال ولا حلاوته، ولا يا سلام بقى لو دقته طعمته. هعمل معاكم النهارده البيتي فور بكل تفاصيله وكل تكاته، وتعالوا اقول لكم المقادير ايه. يلا نسمي الله كده. معايا دي زبده بدرجه حراره المطبخ، هاخد منها كوبايتين زبده. تمام. ومعايا 4 كوبايات دقيق وكوبايه سكر، فنحفظ 4 دقيق، 2 زبده، 1 سكر. ومعايا صفار بالطين، ودول 2 فانيليا. وهعوز كاكاو، بس ما كانش فيه، بعت ايه ابني يجيب على ما اخلص انا العجينه. هنعوز معلقتين 2 كاكاو. تعالوا بقى، هعبي انا دلوقتي الزبده، اخد منها مقدار كوبايتين عشان نبتدي فيهم. ادي اول كوبايه وحطيتها اهيت بالمنظر دوت. واهم حاجه الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. تمام. كده فضيت الكوبايه الاولانيه وهعبي التانية. بس اهم حاجه عشان ما حدش يقول المقادير بتبوظ مني، او هي المقدار قد ايه بالظبط، انا بقول لك بالكوبايه اهو. فانت الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها السكر، هي اللي هتعايري بيها الزبده. يعني دايما خليها قاعده عندك، مش مثلا تعايري كل حاجه بكوبايه مختلفه وتيجي تقولي في الاخر مش ظابطه مني. لا، خلي كله كوبايه بمعيار كوبايه واحده. ان شاء الله يا رب تكون كوبايه القهوه. هنا بقى انا جبت الزبده بعد ما عبيتها وفضيت عليها كوبايه السكر. كوبايه السكر ناعمه. وهبتدي بقى ايه اضرب. وخلي بالك المرحله دي السكر ايه بيطير شويه في الوش. ما عندكيش مضرب، اشتغلي بايدك وهيبقى زي الفل برضو. ما احنا قبل المضرب كنا بنشتغل بايدينا عادي يعني. هتفضلي تضربي فيه لما القوام بتاعه يبقى كريمي ويفتح، ولون الفتحان ده بيرجع برضو لون الزبدة. يعني في زبدة آه بتفتح، وزبدة ما بتبقاش بيضة قوي يعني. اضربهم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، يعني تديله ضرب مبرح. حوالي مثلا ايه 5 دقايق كده ضرب. بالمنظر ده كده. وتجيبي الجناب بتاعت البولة اللي انت بتعملي فيها. بصوا هنا ايه اللون ابتدى يفتحها اهوت. وبقت الايه الزبده بقت كريمي هي والسكر مع بعض. هنيجي بقى للمرحله التانية اللي احنا هنضيف فيها البيض والفانيليا. صفار بيضتين يا جماعه، انا مش حاطه البيض كامل، صفار بيضتين بس. وطبعا انت لو هتعملي كوبايتين هتقللي الكميه كلها تبقى نص. وهفضي 2 باكو فانيليا. يعني انت لو هتعملي كوبايتين دقيق هتبقى كوبايه زبده واحده، نص كوبايه سكر، يبقى صفار بيضه واحده. هتضعفي هتزودي. هضربهم بقى كويس في المرحله دي كمان. يديهم كمان دقيقتين يعني، عشان ايه يختلطوا مع بعض كويس. كده خلاص خلصنا اهو بالمضرب. هنقول له شكرا بقى على جنب كده. وهجيب الدقيق وهفضيه على الخليط اللي احنا ايه لسه ضاربينه على الزبده والسكر بصفار البيض. وهبتدي بالمعلقه اجيبه من تحت لفوق كده. يعني انا هستخدم المعلقه مش كتير. وما تنسوش رشه الملح. انا هنا جبت رشه الملح وحطيتها بالمنظر ده كده. وهنقول للمعلقه هي كمان شكرا.
مفيش احسن من ان انا اشتغل بايدي عشان احس العجينة وملمسها. اما بتشتغلي بايديكي بتحسي بالحاجة اللي انتي شغالة فيها، ناقصة حاجة، محتاجة حاجة، زايدة حاجة، بتحسيها بايدك. انتي في الاول هتلاقي الدنيا ملزقة وصعبة كده، بس بعد كده هتلاقي العجينة زي الفل في ايديكي. وانتي بتشتغلي بقى تلمي دايما الجناب بالمنظر دوت، متسيبهاش. ومش هياخد معاكي والله وقت في العجن كمان. عارفين اجمل احساس وانتي بتعملي حاجتك في بيتك بايديكي وعارفه انتي عامله ايه؟ هتتعبي شويه بس بتبقي فرحانه ومبسوطه وانتي بتعمليها. انا بالنسبه لي ان ما عملتش الكحك والبسكوت في البيت، لا يبقى العيد ما جاش. تعب وهدة حيل، والكركبه اللي بتبقى بعد كده بتبقى حاجه صعبه قوي، بس لا ليها فرحه تانية. انا هنا كده خلاص لميت العجينه زي ما انتوا شايفين، العجينه بتلم وتخلع من ايدي لوحدها اهو. ولازم اجيب من قعر البوله كده عشان اتاكد ان مفيش ايد تحت. بالمنظر ده كده اهو، شايفين؟ لازم تتاكدي ان كله اختلط في بعضه، مفيش مثلا شويه دي مركونين على بعض، لا شويه زبده على جنب، لا. بصوا العجينه في ايديا ناعمه وتحفه بجد. انا كده هسيبها ترتاح، وبعد كده هقوم جايه اقسمها نصين واحط فيها معلقتين الكاكاو اول ما ابني يوصل، وهنبتدي بقى نشكلها مع بعض. تعالوا كده اهو. كده انا كان جه وحطيت الكاكاو في نص العجينه وسبت نصها ابيض. هنجيب بقى مكبس البيتيفور او مكنه البيتيفور زي ما بتسموها، او القمع. انا جربت مره بالقمع بس ما عجبنيش. او هو القمع اللي اشتغلنا بيه كانت البلبله بتاعته مش حلوه، فما كانش مطلع الشغل كويس. كنت بعمله عند صاحبتي يعني. هنا هحطه، انا حبيت ابتدي ان هم ابقى اعملهم شكلين في بعض، يبقى نص البتيفورة بني وابيض. وهنقي هنا الشكل اللي هتعمليه وهبتدي اجرب. وطبعا انتوا شايفين الدنيا جنبي حايصه ولايصه ازاي، لان احنا كنا يا دوبك لسه مخلصين الكحك. وقلت لا، ده انا هعمل بقى هعمل شويه بتيفور، مش هينفع اعديه كده من غير ما اعمله. ويا سلام لو الكاميرا اتفتحت بقى وشفتوا الدنيا عامله ازاي. هنا هجيب بصي هي نقطه زيت، يعني كلمه نقطه زيت بمعنى نقطه زيت. انتي مش محتاجه زيت كتير زي البسكوت، لا. هنا دهنه خفيفه قوي بالمنظر ده. وهنبتدي بقى اشكل بمكنه البيتيفور. بتنقي الشكل اللي يعجبك وترتاحي فيه، بس هما يعني دول افضل مثلا شكلين موجودين. انا عملت بالنجمه والقلب واللي هي المشرشره من الجنبين دول. جيت اجرب وش تاني زي النجمه كده بس صغير. عارفين طلع لي زي اللي هو البسكوت النجمه الرفيع، فلا ما نفعش. انا جربت بيها واحده بس، فلما لقيته كده قمت جايه شايله الوش على طول. هكمل بقى الصينيه دي معاكم بالشكل ده. كده بقى انا هكمل انا تشكيل. انا اوريكم اهوت في الاول وتحطي الشكل اللي يعجبك. هكمل تشكيل انا وارجع اوريكم بعد ما خلصت الاشكال اللي عملتها اهو. بصوا عملت المشرشر من الجنبين والقلب. وهنا برضو كان فرق العجينه من العجينه بيدخل اللون كده في بعضه، بيبقى شكله حلو قوي. والنجمه اللي عملتها معاكم في الاول. كده بقى الفرن سخن، وهخلي الفرن على درجة حرارة 160، وهحطه على رف اوسط. لما ياخد اللون الذهبي من تحت والحراف كده بتاعته من فوق تبتدي تحمر،
هقوم جايه مطلعوه، وخلي بالكم ما تشيلوهوش من الصينيه وهو سخن كده. انا سبته لما برد وبعدين فضيته هنا. تعالوا بقى، دي شوكولاته خام وسيحتها. انا جيت احشي بالمربى، شايفين الدقيق بقى في هدومي بقيت متظبطه. اللي جيت احشي بالمربى الولاد ما رضيوش، ماشي، عايزين بالشوكولاته بس، فقلت نعمل بالشوكولاته بس. هعمل معاكم هنا كام واحده برضو. جبتي الواحده وعصتها شوكولاته من تحت وقفلتها، وبصي تحطيها في قلب الشوكولاته بالمنظر ده. وفي قلب جوز الهند، انا جبت جوز الهند وفرماسيه وسوداني مجروش. فانت اللي حابه تعملي بيه اعمليه، انا مش هوقفك على حاجه. انت دايما عارفه انت بتحبي ايه، ولادك بيحبوا ايه، فبتعملي الحاجه اللي بتحبوها. بالمنظر ده كده في قلب السوداني. هجيب كمان واحده اعملها بالفرماسيه عشان يبقى عملت معاكم التلاتة واكمل انا بقى. ممكن تعمليها بالشوكولاته بس كمان من غير اي حاجه، من غير فرماسيه ولا جوز هند ولا اي حاجه، بالمنظر ده كده. وبترصي على الصينيه او على ورق زبده الموجوده عندك، وتسيبيه لحد ما يشد، وبعد كده بترصيه في العلبه. اللي انا عملتها دي من غير فرماسيه خالص. شايفين حتى، بصوا انا عامله حجم صغنون ازاي، عملت كبير وصغير. انا عايزه اقول لكم اللي بيصور اللقطه دي جوزي، وايده رايحه جايه، مش عارفه ما كانش عارف يصور ليه النهارده. فمن موقعي هذا بقول له اعدل ايدك المره الجايه. اهي هرصها اخرى على الصينيه، وهكمل بقى الكميه واوريكم في الاخر. كده بعد ما خلصت الكميه كلها اهي بالمنظر ده، ورصيتها على الصينيه وشويه تانيين في الطبق عشان ايه، على ما الشوكولاته تشد فيها. وبعد كده ايه هعبيهم. سايبه انا بشوكولاته بس، وعملت شويه بالفرماسيه، بس بالفرماسيه ما عملتش كتير لان برضو عندي الولاد ما بيحبوش الحاجه اللي عليها فرماسيه، فاللي بالفرماسيه ده هاكلهم انا وابوهم. وكده يبقى عملت معاكم البيتي فور بكل تفاصيله وكل تكاته. ومفيش، صدقيني بجد مفيش احلى وانضف من اللي انت بتعمليه في بيتك، انضف واحلى واوفر، وضامنه كل حاجه فيه. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد.